مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد. الفيديو النهارده هتكلم فيه عن 7 غلطات في تصوير البيوتي وغلطة. يعني هنتكلم عن 8 غلطات بس منهم غلطة كبيرة انا بعتبرها من اكتر الحاجات بتساعد ان السيشن بتاعك ما ينجحش. فخلينا قبل ما نروح نتفرج على الفيديو بتاعنا، لو انت اول مرة تكون موجود على القناة اعمل سبسكرايب، اعمل لايك وكومنت، لان دولت اللي بيوصلوا الفيديو لناس اكتر. فخلي كل اللي هيتفرج يسيب لي كومنت على الفيديو ويعمل لايك عشان الفيديو يبتدي ينتشر. الفيديو بتاعنا النهارده هيكون مهم جدا 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 لثلاث جوانب: ميك اب ارتست، موديل، ومصور بيوتي. التلاتة الحاجات اللي انا هقولها النهاردة لازم يكونوا عارفينها كويس قوي عشان ما يقعوش فيها، عشان لما ييجوا يعملوا سيشن بيوتي يبقوا عارفين الغلطات بتاعتهم فين. يلا بينا نروح دايركت اول حاجة هتكلم عليها، وهي يعني غلطة موجودة تقريبا في سيشنات كتير قوي قوي، ان بيوتي equal beautiful. الاتنين مختلفين عن بعض تماما. ان انت تكون بتصور بيوتي غير ان انت تكون بتصور صورة حلوة. يعني ممكن تكون الموديل بتاعتك حلوة، الموديل بتاعتك بتتصور بورتريه كويس، ممكن يكون الميك اب لطيف، ممكن يكون اللايت بتاعك ممتاز، بس دوت مش لازم يوصلك ان دوت بيوتي شوت. مش ده البيوتي سيشن. لازم البيوتي شوت يكون كوميرشال. يعني ايه؟ دي حاجة تجارية انت بتوصل بيها منتج. لو انت بتصور لميك اب ارتست، فانت الميك اب اللي هي عاملاه هو منتج انت لازم بتبيعه للي بيتفرج. ما ينفعش ان هو لمجرد ان هو شكله حلو على الموديل، ان الموديل شكلها حلو، انا لازم ابيع التكنيك اللي معمول على وش الموديل. هو ده تصوير البيوتي كوميرشال شوت، مش شوت بورتريه، مش بورتريه شوت، مش حاجه زي الفاشن. انت عشان تصور فاشن لازم تكون بتصور الفاشن عشان تبيع البرودكت اللي ملبوس. نفس الفكره الميك اب عشان تبيع تكنيك الميك اب بتاع الميك اب ارتست. لو انت بتصور مثلا السكين كير يعتبر بيوتي شوتس، انت بتبيع برودكت سكين كير، فلازم توصل الفكره بتاعتك جوه الشوت. فاحنا دلوقتي نبقى فاهمين ان مش اي بورتريه يبقى بيوتي. في حاجة اسمها بيوتيفول بورتري، وفي حاجة اسمها بيوتي شوت. كوميرشال وده يعني بورتري، فلازم تبقى فاهم الفرق ما بينهم عشان تعرف توصل النتيجة او توصل التارجت بتاعك من السيشن. ودي اول غلطة انا بشوفها موجودة في حاجات كتير، وسامحوني لو انا بقول غلطة، ممكن تكون تركاية، ممكن تكون حاجة منسية، بس دي حاجات انا اتعلمتها في الفترة اللي انا كنت بصور فيها بيوتي الفترة اللي فاتت، وبشوفها موجودة في سيشنات كتير، فانا حابب ان انا اوصلها لكم. يلا بينا نروح على تاني غلطة معانا، هي anyone can pose for beauty. ده غلط تماما. مش اي حد يقدر يعمل pose for beauty. ما ينفعش اي موديل اوقفها قدامي واقول لها يلا احنا هنصور سيشن بيوتي. انا لما باجي اختار موديل بيكون عندي شوية شروط لازم تكون موجودة في الموديل بتاعتي. اللي انا هقوله دوت مهم للموديلز عشان يبقوا عارفين هي محتاجة ايه وتكمله، محتاجة ايه تشتغل عليه. للميك اب ارتست عشان تشوف المقاومات اللي هتطلع السيشن بتاعها يكون ناجح، ولمصور البيوتي عشان يعرف يكون ليه رأي في الاختيار. يلا بينا نروح نشوف ايه هي الشروط ديت. اول حاجة انا لازم اختارها في الموديل بتاعتي بشرة صافية. احنا بنصور حاجة ليها علاقة بالتفاصيل، فما ينفعش بأي شكل من الاشكال ان انا اجيب موديل بشرتها مش صافية، بشرتها فيها حبوب، بشرتها فيها رينكلز كتير. الكلام دوت هياخد معايا وقت وبروسس كتير قوي في الريتاتشنج، وبلس دوت مش هيديني الهاي اند لوك اللي انا اصلا بدور عليه. تاني حاجة حواجب طبيعية مظبوطة. انا مش جايب موديل عشان الميك اب ارتست ترسم لها حواجب، فانا عايز حواجب شعر موجود وحواجب مرسومة ناتشورال، مش بقى عاملة تاتو، ومش عاملة هير باي هير، مش عاملة ميكرو بلندنج، لا يعني لا، دي مش موديل بيوتي. she can be fashion model، ممكن تكون commercial model، ممكن تكون، بس مش بيوتي. يعني انا بطلع تفاصيل، فايا كان اللي موجود في وشها لازم هيظهر معايا، ونو واي ان انا هكون جايبها عشان اغير لها الحواجب واركب لها حواجب تاني، ولا ايه؟ غير كده انا محتاج رسمة شفايف حلوة، محتاج مساحة عين كويسة عشان تبين تكنيك الميك اب بتاع الميك اب ارتست، محتاج ايدين حلوة عشان لما تيجي تبوز يكون شكل ايديها في الكاميرا حلو.
كل الحاجات ديت احنا بنشتغل على الكلوز اب، فلو التفاصيل ديت انا ما خدتش بالي منها اقل حاجه فيهم هتخلي السيشن بتاعي ينزل من كلاس A لكلاس B لكلاس C. انا برتبهم كده عشان تكون في الهاي اند بيوتي لازم تكون واخد بالك من التفاصيل الدقيقه قوي ديت. فخلينا دلوقتي نروح على ثالث حاجه. قبل ما نروح لثالث حاجه انا عايز الناس تكمل لاخر الفيديو دوت، لان فعلا هو ممكن يكون الفيديو هيكون وقت شويه بس هيكون مفيد لاي حد جوه مجال البيوتي. ثالث حاجه وانا اسف يعني ان اي ميك اب ارتست تقدر تعمل ميك اب لبيوتي شوت. غلط. مش اي ميك اب ارتست تقدر تعمل ميك اب لبيوتي شوت. ممكن تكون شاطره جدا سواري، ممكن تكون شاطره جدا ويدنج، ممكن تكون شاطره جدا فاشن، بس البيوتي شوتس عايز استمراريه، عايز خبره في تشريح الوش، عايز معرفة بالإضاءة. انت لازم تكوني عارفة لايت، لازم تبقي عارفة اللايت اللي هيستخدمه الفوتوغرافر دوت هينزل فين، يعني الأماكن الهايلايتس بتاعتك هتنزل فين. نو واي ان انا اكون رسم هايلايت هنا وهو حاطط لي الهايلايت هنا وانا مش راسمه هايلايت هنا. نو واي ان انا اكون عامله هايلايت للمناخير وهو راسم اللايت مثلا جاي من الناحيه دي فمديني شادو الناحيه التانية. لازم يكون في سيناريو وستوري بورد للسيشن، ولازم يكون في فهم ما بين الاتنين. لازم 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 تكون عدت على بيوتي شوتس كتير وفهمت الغلطات عشان تقدر تطلع من الموضوع دوت بشكل كويس. خليني اقول لكم على كام حاجه بسيطه للميك اب ارتست يكونوا شويه نصايح، وقبلوا مني نصيحه ممكن ناس كتير ما تبقاش عارفه. انا سيرتيفيكيت ميك اب ارتست من ميك اب فوريفر. اعتقد كل الميك اب ارتست اللي هيكونوا بيتفرجوا دلوقتي عارفين ميك اب فوريفر، بلس ان انا اصلا شغال في تيم ميك اب فوريفر هنا في مصر، ودوت كان حاجه من الحاجات اللي طورت مني جدا جوه تصوير البيوتي، ان انا لازم اكون فاهم ميك. ودي حاجه مهمه كمان للفوتوغرافرز اللي بيتفرجوا دلوقتي، لازم تكون فاهم بيوتي زي ما انا بقول للميك اب ارتست ان هي تبقى فاهمه لايت. خلينا نقول ان من اهم الحاجات وانتي بتحطي ميك اب ان انتي تقللي على قد ما تقدري البرودكت اللي بتتحط على الوش. كل ما كان فيه لايرز كل ما بقى الشكل كيكي، كل ما الدنيا طلعت مش احسن حاجه. كل ما حطيتي الوان كل ما الدنيا تحت اللايت وتحت الفلاش ما بقتش احسن حاجه. ففهمي ان كل ما البرودكت اللي انت بتحطيها قلت كل ما الفكره بتاعتك او التكنيك بتاعك وصل اسهل. تاني حاجه عايز الميك اب ارتست برضو يفهموها ان النو ميك اب لوك اصعب بكتير من اللوكات التانية. فعلا صعب عشان توصلي ان انت تطلعي نوع ميك اب. الموضوع مش سهل، عايز ممارسه، عايز خبره. فخلينا نقول ان مش انا بستسهل ان لا انا هعمل نو ميك اب لوك يلا بينا عشان الحاجه تطلع سريعه ونطلع سيشن حلو وابقى في السيف سايد. لا خالص. انا ساعات كتير بشوف نو ميك اب مخلي الوش بيل، مخلي الملامح او التشريح او البونز او الهايلايت كل الحاجات دي مش موجوده. فافهمي كويس ان النو ميك اب مهم قوي ان انت تحترفيه. ماشي، يلا بينا نروح لرقم 4. رقم 4 حد قال لي قبل كده ان تصوير البيوتي you can't go creative. ازاي؟ اصل انت بتصور مساحات قليلة واللايت بتاعك لازم يكون بشكل معين. ازاي؟ احنا نقدر نبقى كرياتيف جدا 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 في سيشنات البيوتي. ممكن نكون كرياتيف بالميك اب، ممكن نكون كرياتيف بشكل توزيع اللايت، يعني اعملوا مودي، اعملوا يعني زود اللايت بتاعك يكون في حاجات بترد على حاجات. حط كالر جل يبقى فيه بيردوا على الوان الميك اب. في حاجه انا كنت اتكلمت عليها قبل كده اسمها complementary colors، الوان بترد على الوان. هي هتبقى حاطه لون، لو انت حطيت كالر جل بلون تاني هتلاقي الدنيا ميكسد مع بعض. هحطها لكم دلوقتي عجله الالوان ديت عشان تبقى عارف ايه بيرد على ايه. زي الورم والكولد، احنا دايما لما بنيجي نعمل تونات اسهل تون بنروح له في الفوتوغرافي الورم والكولد. فدي في عجله الوان كامله، زي ما الاصفر بيقابله مثلا ازرق ففي كل الالوان بيقابلها الوان تانية. لو درست ديت هتنفعك جدا جدا جدا. ممكن تصور في الشمس، ممكن الخلفيات. انا بستخدم الخلفيات، عارف الخلفيات اللي هي بتتباع في المكتبه؟ انا بستخدم الخلفيات ديت بتبقى ب5 جنيه حاجه زي كده يعني. فجو كرياتيف بالحاجات ديت، ما ينفعش توقف. واقول لك على تريكايه، وانت بتصور او قبل ما تروح تصور او انت بتعمل ستوري بورد، خش اكتب على جوجل بيوتي اديتوريال شوت واتفرج يا معلم.
يعني هتلاقي كرياتيفيتي مش طبيعية، هتقلب زي ما انت عايز وهتلاقي افكار كتير وهتلاقي حاجات كتير وهتلاقي بوزز وهتديك، هتفتح لك دايرة فكرك وهتديك تغذية بصرية قوية جدا. الغلطة رقم 6 انك محتاج استوديو كبير. دي حاجة بلح. عايز اقول ان الميك اب ارتست، الناس اللي صورت معايا عارفين ان 90% من السيشنات اللي انا صورتها بصورها مثلا عندي الاستوديو بتاعي. بس انا اخف حركه ان انا اروح من الميك اب ارتست معاهم شنط ومعاهم حاجات. انا المعدات بتاعتي 1 لايت 2 لايت بالكتير، وانا بشتغل بحاجات ببطاريه واقدر اروح لاي حد في المكان بتاعه وبحط الخلفيه اللي هي يعني 70 في متر. خلص، مش محتاج خالص استوديو كبير خالص. دي برضو من الحاجات البلح اللي انا سمعتها بالنسبة لتصوير البيوتي، فانت خليك حاطط الكلام ده في دماغك. رقم 6، ودي نقطة انا بشوف بيقع فيها ناس كتير من اللي بتبتدي تصور بيوتي، ان انت تقدر تصور بيوتي بأي عدسة. غلط. انا وجهة نظري، ودي وجهة نظر ناس كتير من اللي بتصور بيوتي في العالم، ان انت ما ينفعش تصور باقل من 85 ان ما كانش 100. ودوت مش عشان كواليتي العدسة، ده عشان الديستورشن. احنا في البيوتي بناخد كلوز اب، فانت كل ما هتقرب على السبجكت بتاعك كل ما بقى فيه ديستورشن. عارف مناخير فلطحت والوش لا، يعني ما تعملش كده خالص. ممكن تستخدم 50 ملي لو انت بتشتغل بكروب سنسور، تمام، بس لو انت بتشتغل بفور فريم ما انصحكش خالص ان انت تشتغل بحاجة اقل من 85. وانا برجح من اول 100 105 135 200. كل دي فوكال لينس مش هتطلع معاك ديستورشن وهتديك كواليتي كويس جدا. بلس ان انت محتاج ازاز حلو في العدسة بتاعتك عشان تاخد كواليتي حلو. كل ما بقى كواليتي اللينس بتاعك احسن كل ما خدت كواليتي احسن. خصوصا ان انا في اول الفيديو قلت ان ده شوت كوميرشال. انا دايما بقول ان المعدات مش كل حاجة، بس ساعة ما بتروح حتة الكوميرشال المعدات مهمة جدا 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 عشان تدي الكلاينت بتاعك كواليتي. وخصوصا في مجال البيوتي لو انت ما عندكش كواليتي انت ما عندكش صور. رقم 7، it's big mistake. اي صورة نقدر نعمل لها high end retouch. بلح، مفيش الكلام ده. مش عشان الصورة رو، ومش عشان الصورة طالعة شكلها حلو، ومش عشان الصورة لطيفة ينفع ان انا اعمل لها هاي اند ريتاتش. غلط خالص. لو ما توفرتش حاجات كتير من اللي انا قلتها في اول الفيديو من حد ما وصلت للنقطة ديت، زي اللينس، زي اللايرز بتاعت الميك اب، زي كواليتي اللايت، الحاجات دي كلها لازم تكون متوفرة في الصورة بتاعتي. ممكن يعني الريتاتشرز دايما بيقولوا احنا مثلا مش عارفين نوصل لحتة الهاي اند اسلام مثلا اللي انت بتطلعها، دوت ليه علاقة 100% بالسورس. عشان كده بقول دايما انا اقدر انزل السورس بتاعي من غير ريتاتش، بس بنحتاج نكمل الموضوع عشان نطلع الميك اب احسن. فانت لازم كريتاتشر او كفوتوغرافر بتعمل ريتاتش او كميك اب ارتست مهتمه ان صورتك تطلع مظبوطه، افهمي ان الصوره او السورس اللي طالع من الكاميرا لو في مشكله مش هيديك الهاي اند ريتاتش. رقم 8 ديت بقى الكارثه الحقيقيه اللي انا بشوفها ممكن تبوظ الدنيا جدا 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 جدا. هصلح في الايديت. تصلح ايه يا ابني في الايديت؟ ليه وليه تصلح في الايديت؟ عندك في اللوكيشن موديل لو انت عندك مشكله قول لها، عندك ميك اب لو انت عندك مشكله في الميك اب قول لها، عندك شعر لو انت عندك مشكله في الشعر قول لهم. ليه ما تطلعش السورس بتاعك من الكاميرا مظبوط فتطلع صوره تروح معاك هاي اند مظبوطه؟ ليه؟ انسى، بلح، فورجيت خالص. ما عنديش لغات تانية ممكن اقولها. اوعى تقول هصلح في الايديت خالص، لان ناس كتير بتعتمد على الحته دي. يعني انا صورت مع ميك اب ارتست اسلام بقى اظبط لي الليب لاينر في الايديت. ليه؟ شفايفها قدامك والليب لاينر في ايدك ما تظبطيه يعني ليه؟ يعني ما هو مهما انا عملت انا لازم بقعد اشتغل وقت طويل عشان اطلع الناتورال لوك بتاع الحاجه اللي انا عدلتها، في حين ان انا ممكن اخده واحنا واقفين. يعني اديني ناتورال ليب لاينر بس خلصت.
والفيديو كمان خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون كنت خفيف عليكم. ولو وصلتوا لاخر الفيديو فشكرا ليكم جدا. اعملوا الشير للفيديو دوت في اي مكان انتوا شايفينه ممكن يستفيد من تصوير البيوتي او من المعلومات اللي انا قلتها. وشكرا ليكم جدا، وهستناكم فيديو جديد.